مساء الخير يا جماعة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات ضبط النفس والأنالايسز، الاتنين مع بعض. انتشر امبارح، ما تفهمش ده فلاير ولا ده ايه، ما ده ولا دي اعلانات، ما حدش فاهم حاجة. لأبو كيان، والله أبو كيان نزل بقى ايه الفلاير بتاعته. معانا هنا برضو الخبير البهنساوي، عشان بقى ايه، مع ان دي بره تخصصه، بس عشان برضو لو احتاجناه كخبير متمم ولا حاجة ايه يقول لنا ايه. منور يا خبير. الله يخليك، بس منور. انا قلقت بس انك استدعيتني بره في هذا التخصص، لا، ما لازم تخصص. الانالايسز لازم انت لا بتيجي. كنتش انا يعني ولا حاجه، انا اعوذ عارف. بالله. الراجل كاتب ابو كيان لجميع انواع المكيفات، يعني المكيفات هو هنا يقصد المخدرات، عشان ما حدش يفهمه انه مثلا بيصلح تكييف بتاع ده، عشان برضه احنا نبقى فاهمين يا جماعه ده بيزنس ومش عايزين الدنيا تقع. وبعدين كاتب لك الليسته بقى بتاعت المنتجات، هو في معرض منتجات ايس. انا ما اعرفش ده ايه، انا ما اعرفش الايس ده ايه، والله ما اعرفه. طب بصي لي ما ليه؟ اعرفه، تعرفه خبير؟ ما اعرفوش. غير الايس اللي في الفريزر ما نعرفش هو. حاطط حشيش، ده معروف، الناس عارفاه. حاطط ماده، الماده دي انت ما تعرفش بقى، دي ماده الحام مثلا، ماده كاويه، انت ما انتش عارف. الماده شاده، هي كانوا يقصدوا دي ساعتها، مش عارف ايه هي الماده، ما اعرفش. حاطط بانجو، طبعا لان البانجو ايه، ما البانجو معروف، الناس عارفه البانجو من زمان. وحاطط الاخرانيه دي ايه، تمول. تمول تمول. ايه اللي تمول؟ هو ده بره تخصصه، يعني ده برشام. ده برشام تمول. جايه من باراسيتامول. لا، ده باراسيتامول. التاني ده لو حد سخن. تمول. تامول دي يمكن ماده، ما هتلاقي دي بقى المادة بيقولوا عليها الفعالة. بيبقى ايه اسمها، ايه الليسته اللي بتبقى عند الصيدلي دي؟ جدول. جدول. ما هو غالبا جدول. يبقى هي تامول دي غالبا طبعا ده الراجل برضو حاطط لك حته برشام، عشان برضو انت لو رايحه له عيانه بتاع طب مش حاطط اسعار ليه؟ ما هو ده بقى اللي احنا ليه يا ابو كيان، ليه يا ابو كيان ما حطيتش اسعار؟ وبعدين اللهم صل على النبي، حاطط جمله وقطاعي، يعني الراجل هيبيع لك زي ما انت عايز تتاجر نديك اتجار، عايز تعاطي نديك قطاعي، انت ده جمله حاطط العنوان، اللهم صل على النبي، الخضرويه، منشاه دملو او دميلو، ما اعرفش بقى ايه بتتنطق ازاي. وما شاء الله حاطط تليفون، وحاطط رقم للشكاوي، خدمة عملاء. عن الكاستمر سيرفيس نتحدث. معلش طب هنا مش بقى. حاطط انستجرام هاندل ليه؟ هاندل ايه؟ عشان نتفرج على المنتجات. حطيتش قبل ما ايميل ليه طيب؟ ونبعت له بقى دي قبل نقول له هاو ماتش. والله العظيم البتاعه دي نزلت امبارح، اقسم بالله فاكرها هزار، والله العظيم فاكرها ناس بتهزر، طلع الموضوع بجد. وطبعا اتقبض عليه. والله غبي، والله غبي، في حد يعمل كده ابو كيان؟ والله غبي، ايه الغباء ده؟ انت في ايه؟ انت ما حطيتش لوكيشن ليه؟ انت حاطط العنوان مكتوب، ليه ما حطيتش لوكيشن؟ انت كده دوخت البوليس، يعني البوليس ايه، خد بتاع نص ساعه زياده بحث عنك. ايه يا ابو كيان ده كلام يا ابو كيان؟ الراجل مشرف دلوقتي، قاعد جوه في الاسم دلوقتي، نطلعه ازاي بقى؟ نجيب له حلاوه ده ما فيش حلاوه، ده عايز حلاوه عن تبلي يعني. ده مش هيخرج. ده انت في حد بلغ؟ انت عامل ده ليه اصلا؟ انت نازل انتخابات نادي او حاجه؟ انت ليه عامل كده؟ ليه عملت كده؟ ليه كتبت رقمك؟ الفلايرز دي كانوا بيوزعوها فين؟ ولا هو فاكر حاطط. نفسه موظف بنكي بقى طابع كروت؟ ولا هو عامل ايه بالظبط؟ معرفش. الشكاوي دي انت هتحط ايميل، انا عارف ان انت غرضك خير، يعني لو الحاجه طلعت مضروبه الناس ترجع لك تكلمك، ده حلو، ده في الكاستمر سيرفيس حلو يعني. ما انت ما عملتش كول سنتر، كنت عملت بقى اللي هو الشرطه. انا مش عارف عمل ليه كده والله، وانا كنت فاكر الموضوع كله هزار، كله ما طلعش هزار، طلعت بجد، وطلعت انت غبي، والله غبي. كنت حطيت ايميل، الايميل ما كانوش عارفوا يجيبوك، او كانوا تعبوا شويه بس كانوا هيوصلوا لك برضو. انت ما انت موجود معانا هنا في جوه المحروسه، هتروح فين؟ والله يا ابو كيان، يعني ما معرفش دي كيان بنتك بقى ولا مين اللي هيربيها دلوقتي؟ ما انت خلاص الراجل اتحبس. قبضوا عليه والله، وكان معاه مخدرات وسلاح نيله سود، ده سلاح كمان. والله ده بجد. مش حاططها في الليسته بتاعته دي هنا؟ لا، ما دي بقى ليها قايمه تانية. هتوحشنا ابو كيان والله، ربنا يعينك بقى، ربنا معاك يابا، ربنا يهديك على نفسك والله. عايز تقول اي حاجه خبير؟ ده ضبط النفس. ده ضبط النفس ما حدش فاهم حاجه. هو ضبط النفس عاده ما حدش بيبقى فاهم له حاجه، عشان كده اسمها اضبط نفسك، يعني يمكن ده سبب تسميه البرنامج. ده بقى نضبط نفسنا والله غبي.